أكبر غلطة ممكن تغلطها في حياتك إنك تثق في نفسك. والله الثقة بالنفس دي طلعت أعراض شهيرة لمرض اسمه سينس اوف وورثلessness، هسيب لكم معلومات عنه في البايو تحت. حتى الكلمة نفسها الثقة بالنفس مش موجودة لا في الكتب ولا في الدورات العلمية الحديثة، لكن في كلمة اسمها استحقاق النفس، إنك تتعامل مع نفسك على إنك تستحق. يعني إيه بقى الكلام ده؟ إحنا اتربينا وتعودنا في حياتنا ان الشخص الواثق في نفسه ده شخص قوي وناجح، بيحسبها صح ومش بيضعف ومش بيفشل. لكن في الحقيقة دي اكبر خدعة بنخدعها لنفسنا، لان الشخص ده ببساطة مش موجود الا في الخيال، في افلام جيمس بوند او ميشن امبوسيبل. القوي والحسيب والظافر والقاهر هو ربنا بس هو اللي مش بيضعف ومش بيفشل، وليه مقادير وتدابير وخوارق ومعجزات. لكن جهل الإنسان وظلمه لنفسه خلاه في أوقات كتير جدا ينافي ربنا وينساه تحت مسميات متعددة، منها الثقة بالنفس. وعشان تتعامل مع نفسك على إنك تستحق فعلا لازم تعرف 5 حاجات مهمة. أول حاجة تعرف وتتأكد إنك بشر، بني آدم مش ربنا. تقبل إنك تغلط، تقبل إنك تضعف، تقبل إنك تفشل، لأن دي مقومات آدميتك ودواعي بشريتك. من غير ما تغلط مش هتتعلم، من غير ما تضعف مش هتحس بقوتك، من غير ما تفشل مش هيكون للنجاح أي طعم. وخليك عارف دايما إن قبول الخطأ صواب، وقبول الضعف قوة، وقبول الفشل نجاح. يعني تقبل نفسك كلها على بعضها كده بكل ما فيها وبكل ما سيكون فيها. تاني حاجة تصدق من جواك انك تستحق وتستاهل. يعني تستاهل تعيش، تستاهل تحترم، تستاهل يهتم بيك، تستاهل تتشاف، تستاهل كل حاجة كويسة في الدنيا. وتؤمن ان ربنا ما خلقكش جزافا، ربنا خلقك وكرمك وحط في فطرتك وبرنامجك الإلهي ملف اسمه ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم ده يعني أنت. مطلوب منك تصدق وتعيش وتمارس إنك تستاهل من أول ما تصحى الصبح لغاية ما تنام بالليل. وخلي بالك أكبر غلطة ممكن تغلطها إنك تربط إنك تستاهل بأي حاجة قلتها أو عملتها. يعني مثلا تقول أنا أستاهل إني أتحب عشان نجحت، أو أستاهل إني أحترم عشان أنجزت كذا، أو أستاهل إني أتشاف لأني حققت كذا. غلط. أنت تستاهل كل دول من غير ما تعمل أي حاجة. تستاهل كل دول عشان أنت موجود، عشان أنت خلقة ربنا. ارتباط إنك تستاهل بتحقيق أو إنجاز أي حاجة معناها إنك بتحط لنفسك شروط، مع إن ربنا ما حطلكش شروط. انت كريم لانك مكرم عنده. انت تستاهل مهما حصل. ثالث حاجة تدي نفسك فرصة جديدة وامل جديد. ما توقفش عند اي محطة فاتت في حياتك مهما كانت صعبة او مؤلمة. ما تشوفش النهاردة بعيون امبارح او بكرة بعيون النهاردة. اعتبر كل يوم حياة جديدة. وسيبك من الكلام التقليدي اللي بيقول خلي عندك امل. غلط. هي اسمها طلع الامل اللي جواك، لان الحقيقة فعلا الامل موجود فعلا جواك، بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه. رابع حاجة واهم حاجة، كن نفسك. ما تكونش زي ما اي حد عاوز. ما تسجنش نفسك في اراء الاخرين. ما تفصلش نفسك على مقاس اي حد، اللي عاوزك 37 واللي عايزك 39 واللي عاوزك 42. ما تسمحش لاي حد انه يشوف فيك نفسه ويحقق من خلالك احلامه الشخصيه. ما توافقش اي حد انه يشوفك امتداد ليه او مشروع الاستثمار الجديد. ما تسمحش لحد انه يقبلك بشروط او يحبك بشروط او يحترمك بشروط. انت نفسك وبس. انت في رحلة فيها صعود وهبوط، فيها حركة وفيها ثبات،
فيها خطوات لقدام وساعات خطوات لورا، فيها وقوع، فيها لخبطة، فيها حيرة، فيها شك، فيها نور، فيها ضلمة، فيها كل حاجة كل حاجة. واللي ما يشوفش ده ويقبلك بيه قول له شكرا وكمل رحلتك من غيره عادي جدا. آخر حاجة، استبدال الإحساس المرضي بالذنب بالإحساس الصحي بالمسؤولية. يعني ما تعنفش نفسك وتعلق لها حبل المشنقة عشان غلطت. اعتذر للي غلطت في حقه، ما تكررش الغلط ده تاني وانت متعمد. بدل ما تيأس وتضلم الدنيا من حواليك عشان غلطت، سامح نفسك، اطلب من ربنا السماح، خليك واثق في عفوه ورحمته. احساسك بالذنب هيوقفك وهيسجنك وهيشل حركتك وهيخليك تكرر نفس الغلط 1000 مرة. اما احساسك بالمسؤولية هيخليك تتعلم وتعتذر وتسامح وتتغير وتتحرك وتتحرر.